أهلا وسهلا فيكم متابعاتي الكريمات، إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. نفس ما أنتم تشوفوا هذا هو طبقنا أو هذه هي أطباقنا لنهار اليوم. صراحة تنفع هذه الطاولة حق رمضان وتنفع عزومات. شيروا الفيديو وسووا له حفظ عشان ترجعوا له الأيام اللي الجاية، خاصة إنه رمضان ما قعد له يعني أيام كثيرة. فتعالوا يلا مع بعض نشوفوا طريقة التحضير ونشوفوا المقادير. هنا عندنا دجاج محمر بالفرن بالفريكة. الفريكة بعد ما كنت غسلتها ونقعتها في الماء، يعني غسلتها عدة مرات لين ما صارت ما تطلع ولا شيء. والدجاجة كنت نظفتها بالماء والملح والخل والليمون عشان تروح الزفرة مالتها، وحطيت عليها ورق غار وزعتر فريش. المقادير الثانية هي زيت زيتون وشوية خل وبابريكا، بقدونس يابس، كزبرة يابسة، إذا في عندكم فريش بعد يكون أحسن. وحطيت كزبرة مطحونة، وحطيت بعد نعناع يابس وبهارات الدجاج وشوية كركم، وما ننسى بطبيعة الحال البلح. فتعالوا نتبل مع بعض الدجاجة، نتبلها مع بعض. وزدت عليها شوية خردل وصوص الباربيكيو، واللي عندها بعد روب طبيعي تزيد معاه عشان الدجاج يكون أطرى وأطرى. أنا صراحة تبلتها وخليتها ليلة كاملة في الثلاجة، اليوم الثاني استخدمتها. هنا نفس ما انتوا تشوفوا حطيت التوابل، وبعدها راح أحط الخلطة اللي كانت عبارة عن حبة طماط كبيرة وحبة بصل وكم فص ثوم وفلفل أحمر بارد، واللي يبغى يزيد عليه فلفل حار على حسب الرغبة، يعني على حسب انتم ما تاكلوا. أنا ما حطيت الفلفل بزيادة لأنه البيبي خلودي ياكل معانا، فدايما أحسب حسابه، فما أحط الفلفل الحار يكون حار بزيادة، يعني أحطه وسط، أو إذا اضطريت ما بحط منه أبدا، يعني بكتفي بس بالفلفل الرومي أو الفلفل البارد. هذه هي التوابل اللي اخترتها للتتبيلة. هنا راح أضيف عليها زيت الزيتون، وبعدين بضيف خشوقة أو ملعقة خل، شوية من الفريكة راح أحشيها داخل، راح أحطها داخل الدجاجة، والثانية راح أحطها من تحت. يعني هذه الطريقة أو هذه الطبخة تقدرون تسوونها في رمضان، طاولة رمضان أو طاولة عزومة أو طاولة أنت بعد كست البيت أو كأم تفرحي بها الأولاد في هذا الجو البارد. الفريكة صراحة طلع طعمها روعة. راح أتبلها كلها، ندخل التتبيلة كلها داخل الدجاجة من داخل ومن برا. نفس ما قلت لكم أنا خليتها يوم كامل في الثلاجة أو ليلة كاملة في الثلاجة. هنا اليوم الثاني طلعتها سويتها على الغداء، يعني كنت حشيت الفريكة داخل وحطيت التتبيلة مالتها، ضفت عليها كوب تقريبا كوب كبير ماي أو كوبين عشان الفريكة تستوي زين وتكون نثرية، يعني ما تكون متجمعة. وهنا حطيتها داخل الفرن مدة تقريبا نص ساعة أو ساعة إلا ربع، يعني ماكسيموم ساعة إلا ربع تكون جاهزة. بعدين شليت عليها ورق الألمنيوم ورق الزبدة وخليتها تتحمر من فوق، وبعدين قلبت الدجاجة عشان تزيد تتحمر من تحت.
وهنا نروح للطبق الثاني اللي هو شوربة عدس. يعني صراحة لازم الواحد يدفي عمره وأولاده في هذا البرد. نفس ما انتوا تشوفوا، حبة طماطم وحبة جزر وحبة بطاطا وحبة فلفل أحمر وكوب ونص من العدس اللي هو أصفر وأحمر. أنا خلطت. وشو بعد، هنا حطيت حبة بطاطا حلوة مع حبة بصل ومع 4 تقريبا فصوص ثوم، وحطيت زعتر فريش وحطيت عليه عظم البقر. راح أحط كله مع بعض، يعني ما راح أسوي شيء، اللهم كلهم أحطهم داخل الطنجرة وأخليهم. والحين نشوف مع بعض التوابل اللي أستخدم معاها. صراحة كنت لقيت توابل أو تابل جديد، بهار جديد اللي هو بهار العدس، فكنت أخذته وبغيت أجربه مع هذه الشوربة اللي تقريبا هو وقتها في هذا البرد، فحطيت معاها. وصراحة طعمها صار روعة، يعني الواحد يستاهل إنه يجربها. تدفي ومشبعة للأولاد، يعني تقدر بس شوربة وخلاص مع حبة فطاير ولا حبة سمبوسة ولا أي شيء يعني زدتوها زيادة معها، يعني تكفي تشبع الواحد. صراحة أنا ما سويت معاها، هي من المفروض يكون معاها خبز محمص، سواء الخبز العادي ولا الخبز العربي. أنا استخدمت بس حطيت معاها بس شو اسمه الفطاير. وهنا نفس ما انتوا تشوفوا البهارات اللي أنا استخدمتها أو اعتمدت عليها، هذه. وهذا هو التابل اللي كنت اشتريته، يعني شفته فعجبني صراحة. لأنه أنا العدس أسويه تقريبا كل أسبوع مرة، يعني في الأسبوع يا إما يكون شوربة عدس أو عدس حبوب عادي، يعني نستهلك العدس، فأخذت هذا البهار. والحين راح أخليها تتقلى مع زيت زيتون لمدة تقريبا بس 5 دقايق، يعني تتقلى عدل الطماطم، تطلق الماء اللي فيها والبصل، وبعدين أمرق عليها تقريبا بلتر ونص ماء حار. هنا تقريبا صارت الشوربة مالتنا جاهزة. راح أطحنها كلها بالخلاط، راح أضربها بالخلاط الكهربائي، ونتحصل على ألذ شوربة بكل وغنية بالفيتامينات وغنية بالحديد. يعني كلنا نعرف إنه العدس حديد، فهنا صارت الشوربة جاهزة. سمعت عن شيء اسمه طبخة بحب، أكيد ألذ شوربة عدس ممكن تذوقها في هذا البرد. وهنا سويت فطاير السبانخ بالعجينة البيف باستري، خلطتها مع 3 أجبان أو تقريبا نوعين. حطيت جبن سلايس وجبن موزاريلا. هنا تقريبا حطيت 150 جرام من اللحم المفروم مع حبة بصل، 3 فصوص ثوم، وخليتها تتقلى مع بعض. وبعدين هاي البهارات نفس ما انتوا تشوفوا مكتوبة قدامكم أو موجودة قدامكم. هذه البهارات اللي أنا استخدمتها أو اعتمدتها في الحشوة. والحين خليتها كلها مع بعض يعني تستوي. صراحة عجبتني تشكيلة الألوان، لونها كان وايد حلو. بعدين ضفت عليها السبانخ، يعني سبانخ على حسب يعني عدد أفراد البيت تقدرون تسوون الكمية. أنا صراحة كفتني هذه الكمية، سويتها. وحطيت قليت حبتين بطاطا عشان أزين بيها من فوق. حطيت معها ملح وبهارات البطاطا وزيت زيتون. أنا طبختها مش بس قليتها، يعني خليتها تنطبخ على نار هادية. وهنا نفس ما انتوا تشوفوا عجينة الباف باستري كنت طلعتها من الثلاجة، خليتها يا دوب شوي بدت يعني ينزل منها الثلج، وحطيتها. حطيت استخدمت معها جبن سلايس وجبنة أمنتال، حطيتها من فوق مبشورة نفس ما انتوا تشوفوا. حطيتها بهذا الشكل، حطيت حطيت العجينة وبعدين الجبن سلايس وبعدين السبانخ وبعدين البطاطا، وبعدين زينتها من فوق بجبنة مبشورة. انتوا اختاروا الجبن اللي يعجبكم. انا هذا هو الجبن اللي كان متوفر عندي في البيت فاستخدمته. صراحة الطعم كان لذيذ والشكل يعني
روعة، تقدرون تحطوه حق عزايم، حق مناسبات، حق كمقبلات يعني. وهنا شكلها يعني قبل ما أطلعها من الفرن، وشوفوا معنا الطاولة.